هل بتحسي إن يومِك بيعدّي كده من غير ما تلحقي تعملي أي حاجة؟ كل يوم تصحي تقولي النهارده هابدأ، وبالليل تلاقي نفسِك ولا عملتِ أي حاجة. ما تتضايقيش، أنتِ مش لوحدِك. في الفيديو ده إن شاء الله هنتعلم مع بعض بخطوات سهلة وبسيطة إزاي تقدري تديري وقتِك بكفاءة أعلى وتحققي أعلى إنتاجية في يومِك وتغيّري حياتِك للأفضل. كل الناس عندها وقت زي بعض بالضبط، بس الفرق إنهم بيقدروا يستخدموه صح. السر مش إنِك تضغطي على نفسِك، السر إنِك تفهمي وقتِك بيروح فين. أول خطوة لازم تبدأي بيها إنِك تفهمي فين وقتِك بيروح، يعني ناخد يوم كامل كده نراقب فيه نفسنا ونسجل كل حاجة عملناها في اليوم بصدق. هتكتشفي بقى إنِك ضيعتي فوق 4 أو 5 ساعات من غير ما تحسي. ابدأي يومك بورقة وقلم واكتبي كل الحاجات اللي بتعمليها، حتى الحاجات الصغيرة، التليفون، السوشيال ميديا، القعدة من غير هدف. هتتفاجئي بجد قد ايه وقت بيتسرب منك في تفاصيل ملهاش اي قيمة. تاني حاجة، قسم يومك 3 اجزاء: وقت للعبادة، وقت للشغل او المذاكرة او البيت، ووقت للراحة. بس المقصود بالراحة هنا الراحة المنظمة مش الكسل. تالت حاجة، جرب تكنيك ال25 دقيقة تركيز و5 دقايق راحة، المعروف باسم البومودورو. 5 دورات بس في اليوم، 5 مرات هستخدم تكنيك البومودورو وهيتغير حرفيا يومك للأفضل. رابع خطوة، طور نفسك كل يوم ولو 1%. ما تقولش هغير كل حاجة مرة واحدة، ده غلط جدا. ابدأ بخطوة ولو صغيرة لكن ثابتة كل يوم. ابدأ بتنظيم أول ساعتين من يومك، خلي فيهم عبادة، تعلم، تركيز. هتتفاجئ قد ايه باقي اليوم هيمشي بسلاسة. الناجحين مش بيلاقوا وقت، هما بيخلقوه. انت كمان تقدر، بس لازم تكون عندك النية. الوقت مش بيتعوض، بس ممكن ننقذ الباقي. بص على يومك النهاردة، هل ده اليوم اللي تستاهلي تعيشيه كل يوم؟ لو لأ، امسكي زمام يومك من دلوقتي. النجاح مش صدفة، النجاح عادة. ابدأي من النهاردة وصدقيني المستقبل هيشكرك بعد كده. مفيش حد فينا بيعيش مرتين، النهاردة اللي بيعدي مش هيرجع تاني. وساعات بنفضل نأجل ونقول هنبدأ بكرة، بس فجأة بنفتح عينينا نلاقي العمر جري. خدي القرار دلوقتي واعملي لنفسك خطة وابدأي من اللحظة دي. ابدأي بخطوة صغيرة ونظمي يومك. ركزي على أولوياتك وابعدي عن اللي بيستهلكك وما بيزودش فيكي حاجة. افتكري دايما ان الناس الناجحة مش معاهم 24 ساعة اكتر منك، لكن هم عرفوا يديروا ال 24 ساعة دول صح. لو الفيديو لمس فيكي حاجة، ساعد غيرك وشاركيه واكتبيلي في التعليقات انا بدأت وانت كمان تقدر. وفي نهاية الفيديو احب اشكركم واقول لكم انتظرونا في الفيديو الجاي. مع السلامة.